العفو عليكم متابعيني اللزاز، يا رب تكونوا بخير. الحلقة دي النهاردة يعني معمولة عشان الناس اللي مش عندها أي مشاكل في أي حاجة في حياتها، ما عندهاش ولا انكزايتي ولا ستريس ولا مشاكل ولا أي حاجة. الناس اللي زي الفل، الناس اللي كويسة وأمرايا وتحفة وكويسين جدا الحمد لله، وما عندهمش أي نوع من أي مشاكل. لأن الحقيقة هي الناس دي زيها بالظبط زي الناس اللي عندها مشاكل، كلنا نعاني، مفيش حد لا يعاني. هي الناس بس اللي بتقول إن هي لا تعاني هم بيخلونا إحنا نعاني. الناس دي مشكلتهم معايا، أو الفكرة دايما اللي بشوفها يعني وبراقبها في الناس دي، إن الناس دي عندها مشكلة قوية جدا 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 إن هي تروح لحد تتكلم معاه. يعني لو جيت قلت له إيه رأيك طيب نروح لثيرابيست، لا ولا الثيرابيست يعني هيفهم، هيعرف مشاكل أكتر مني ليه واروح ادفع. لا 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 لا، انا كويس، انا زي الفل. تيجي مثلا لواحده على العكس تماما، ست ومهمومه وعندها مشاكل، او راجل مضغوط في شغله والحياه ضغطاه، وتقول له طب ما تروح لحد، يقول لك ما فيش وقت، ما فيش فلوس، نفسي اروح اتكلم مع حد بس مش لاحق. والحقيقه حتى الناس اللي بتروح لثيرابيستس والناس اللي بتروح لكوتشز، انا نفسي عندي ناس لما بتجيلي بتقعد ساعات تخلي وقت السيشن كله عباره عن شكوى وفنتنج علشان ترتاح. في حاجه بقى بسيطه قوي بمناسبه علبه الالوان اللي انا لابسها لكم النهارده دي. زمان كنا لو نفتكر، او حتى دلوقتي الاطفال واحنا صغيرين، كنا دايما بيتحط لنا علبه الوان وورق ويقول لك ارسم. انا متهيألي ان الرسم ده نوع من العلاج ونوع من الراحه النفسيه. خليني بلاش اقول العلاج، بس هنقول ان هو راحه نفسيه لكل الناس اللي عنده مشاكل، اللي ما عندوش مشاكل. ساعات تجيلي واحده مثلا اقول لها طب ستارت جورنالينج، اكتبي يومياتك، اكتبي، فضي دماغك في حاجه. تقولي مش لاقيه حاجه اكتبها، ما عنديش حاجه اقولها، ما عنديش حاجه احكيها. والحقيقه ان ده بيحصل نتيجه ان احنا بنعزل روحنا كتير قوي وبنعزل مشاعرنا كتير قوي. المشاعر دي بتبقى مكبوته جدا جدا جدا، وابسط صور الاتصال بروحنا وابسط صور ان احنا نتصل بمشاعرنا وبافكارنا هي الرسم. انتشرت دلوقتي قوي الكتب الماندالا بتاعت التلوين، وقال لك دي انتي ستريس وللانكزايتي و الاطفال. كتب التلوين دي احنا بدأناها من واحنا صغيرين جدا، دايما كلنا كان عندنا كتب تلوين، كلنا كان عندنا الوان، اي حاجه. حتى لما بنروح ريستورانت بيدوا لك الكيدز مانيو مثلا في الوان وفي رسمه للولاد تقعد تلون وترسم. وكأن هو ده يعني ده مهم، ده حاجه مهمه. العفو عليك يا معين. العفو. نفسي ارد 50 رد. قولي لي يا مي الاول، العواف بالنسبه لك ايه؟ العواف العافيه. ان احنا نبقى حاسين كده ان كانوا بيقولوها زمان حتى العواف عليكي، تقعدي بالعافيه، تمسي بالعافيه. تيتا الله يرحمها كانت دايما بتمسوا بالعافيه، اللي هو قاعدين كده مش بالعافيه التانية، اللي هو مش بالعافيه بس تبقي قاعده كده معافاه. طب مين سورس العافيه في حياتك؟ مين ايه مصادر العافيه في حياتك؟ لا هما كتير يعني، اهمهم لما بتسمعي كلمه كده العواف او العافيه بتحسي انه مين اكتر حد؟ العواف بالنسبه لي انا ان انا ببقى شحنت طاقتي، فهي بتتشحن بحاجات كتيره قوي، بس هي مينلي طبعا الروحانيات. فكونكشن كده، ساعة صفا كده مع ربنا، ساعة صفا جدا جدا في المكان اللي برسم فيه. بحس ان انا كده كنت في حتة تانية، وبعد كده عملت لاندنج بعد ساعات كتير، شحنتي طاقه طبعا. طيب خلينا نبتدي بقى الاول، عشان انت حكي قصتك انترستنج جدا من غير ما نخش في تفاصيل بيرسونال كتير. بس انت اصلا دراستك ما كانتش الفن، يعني مش خريجة فنون جميلة. لا، الفن ده موهبة الأول، خلينا أقولك الموهبة ولا حاجة ممكن أتعلمها؟ بصي، هو القدرات الفنية قدرات مكتسبة. يعني أي حد بيحب أي حاجة هيقدر يتعلمها ببساطة. أنا بقى كنت موهوبة أو لأ، هم كانوا بيقولوا إن أنا موهوبة. يعني إيه ده، دي بتعرف ترسم، بس ما كل العيال ساعتها كانوا بيعرفوا يرسموا. فإيه، فطبعا الحاجات العادية، فإيه، ما الناس كلها بترسم، الأطفال كلها بتمسك حاجات وبترسم. فجي فترة كده ما خلاص ما احنا كلنا بنرسم، وبعدين ابتدى يتقال بس مش هنا كخ، بس بطلي، هتعملي ايه ده جميلة وخلاص. ولبستي اللبسة الشهيرة، دخلتي هندسة
عشان محدش بعد كده يقعد يتكلم على كليه الهندسه ويقول لي الهندسه هي زي الفل هي خريجه هندسه. الله، بنتي باشمهندسه مي او الدكتوره مي. other than that no. يعني دي هتعملي دي كانت ستيجما قديمه للناس اللي ما يعني الاصغر مننا شويه، كان ستيجما قديمه انه اهالينا كانوا شايفين ان احنا نطلع دكاتره مهندسين يا دكتوري تاخد اللقب. كان في القاب كده، كنا زمن الالقاب دكتور هتحط جنب قبل اسمي. اشتغلتي بالهندسه؟ اشتغلت شويه شويه صغنطتين، بس هو بصي هو طول الوقت من وانا في الجامعه دايما في حته في حاجه يا جماعه. اصل انا شاطره يعني بعرف احفظ، وبعدين شاطره في الماث جدا، وفي اللغه العربيه احبها جدا، واحب اذاكر. متفوقه مش متفوقه بس نستخسر المجموع، بس حرام يعني المجموع يعني جايبه كام في المية ولما اشتغلتي بالهندسه كان وقتها كنت حاسه ايه؟ حاسه بان انتي تمام؟ كان فادتك في اي حاجه؟ الهندسه فادتني جدا جدا كدراسه وكمنتاليتي. يعني هي انا هبقى بايظ اسمع زغروطه بقى، اسمع احلى زغروطه من المهندسين دلوقتي. لا يعني انا هبقى بايظ مش قادره، بس هي ظبطت المايند سيت. يمكن انا كده مش عارف. هي على فكره هي الهندسه من اكتر الحاجات اللي فعلا بتظبط المايند سيت وبتخرب النفسيه، يعني دي حاجه مشهوره. لا لو سمحتي انا داخله مخروبه خلق. داخله هندسه يعني هي لازم يعني يبقى فيها ملحق كده مصحه نفسيه. بالظبط يعني. لا هي كانت صعبه يعني بس لما اشتغلتي وبعدين مش اي هندسه، دخلت ميكانيكا عشان ادوس على نفسي اكتر. اصعب حته بس I was enjoying الحقيقه يعني. كنت المواد كانت حلوه وجميله وممتعه، بس فيها حته مش انا كنت حاسه ان مش انت. ولما اشتغلتي بالهندسه ما كنتش حاسه ان انا خالص. ايه اللي وديكي الرسم؟ بصي قعدت فتره طويله من بعد ما سبت الشغل واتجوزت بقى وبقى عندي ولادي وكده، قعدت فتره مش ما بعملش حاجه. بس هو انا دايما من وانا صغيره معايا ورقه وقلم، وانا بتفرج على التلفزيون على الكرتون على وات ايفر، عماله بشخبط في اي حاجه. الورق اللي بناكل نتغدى عليه ده اقعد اشخبط على الجنب مش عارف ايه، فاشخبط. مره كنت قاعده رسمت جوزي وهو نايم قاعد جنبي وانا عماله سكتش وجبته الشبه بالظبط، ولا دارسه ولا اي حاجه. فطفوليه طبعا بس اترسمت يعني لحد ما. معلش ممكن اسالك على حاجه يا في الوقت ده كنتي الرسم كان بيعني لك ايه في الفتره دي؟ انا ما كنتش فاهمه انه بيعمل ده بس انا كنت برتاح جدا يعني. وكان في النص كمان كانت الميوزك، يعني كنت بقعد اعزف على البيانو وابص الاقي ايه ده، هو انا الوقت راح فين؟ قعدت 5-6 ساعات. فكنت ببقى مبسوطه قوي بالجيرني اللي انا مش فاهماها ساعتها. هو انا فين؟ مبسوطه جدا. اكتر حاجه بتبسط وبتبسطنا كلنا ان انتي عملتي حاجه، طلعت ايه ده. ما ده لسه بقى اللي احنا هنجيله. ده اللي كان ساعتها الاحساس، ايه ده، بص انا عملت ايه. بصوا فكانت بالنسبه لي يمكن فاليديشن. انا اهو، يعني حد شايفني انا اهو. بس لو حد كان يعني لو حد فكر يقرا عن علاقه الرسم والبينتينج والالوان بالمايند سيت او بالعقليه وبالراحه النفسيه، اولا هي فيها اتصال بالروح رهيب، واحساس الواحد ان هو انجز لوحه، احساس الانجاز، انجزت لوحه حتى لو اللوحه دي مش حلوه بس انا بالنسبه لي هبقى شايفاها ان هي حلوه. احساسي ان انا اتصلت بمشاعري، طلعت الالوان اللي انا نفسي الونها. الحقيقه هي فوايد مش طبيعيه. يعني انا وانا بحضر الكونتنت بتاع الحلقه دي وانا يعني نفسي انا كنت بطلع انفورميشن، ذهلت من كم الفوايد النفسيه والراحه النفسيه اللي بتيجي من الرسم. فدي اثرت فيا جدا، واثرت فيا انه في ناس كتير قوي تقول لك ايه، لا انا خلاص انا عندي 40 سنه هبتدي رسم دلوقتي. انت لما روحتي، انت لما ادركتي الفكره دي قررتي تدرسي. يعني هي كانت صدفه. انا ما كنتش اعرف اصلا ان في الوجود مكان بيعلم اساسا. ايه ده، هو احنا ممكن نتعلم اصلا؟ طب ممكن اسالك كان وقتها عندك كام سنه؟ 34 سنه. وكنت متجوزه؟ وانا دلوقتي 20. وانا دلوقتي انا دلوقتي 36. يعني الموضوع ده من سنتين، من 3 شهور. فكان عندي 34 سنه متجوزه ومخلفه واولادي كبار يعني مش صغيرين. فكنت قاعده كده سامعه ناس جنبي بيقولوا ده فلان ده علمني، ده السنتر ده تحفه. انا ما اعرفهمش. الترابيزه اللي جنبي في تمرين الولاد، ثانيه واحده معلش يا جماعه انتوا كنتوا بتقولوا كذا كذا. هي دي اكزيست اصلا؟ يعني في حته بتعلم اي حاجه في الدنيا. طب ممكن تدوي رقم تليفون او كده؟ وابتدينا بقى. عارفين دي انا بسميها ايه؟ انا بسميها البصيره.
انا بحس ان احنا طول الوقت ربنا عارفه النكته بتاعت الراجل اللي كان بيغرق وربنا فضل يبعت له مراكب وهو يقول لهم لا لا امشي ربنا هينقذني. في الاخر لما ربنا اخده قال له انت انا اعمل لك انا ايه؟ باعت لك مراكب. هي دي المراكب، ان الواحد مم. يسمع حاجه فيقوم ويسال. فان الواحد مثلا يشوف حد يقابله. انا قبل ما ادخل مثلا شفت حنان عز الدين هنا وقالت لي في ايفنت وتعالي ومش عارفه، حسيتها اتس ساين. انا قاعده مستنيه ايه؟ قابلت اكتر اللي عامله الايفنت قابلتها وقالت لي تعالي، فحسيت يلا انا هخش حالا وهحجز وهروح. البصيره يا جماعه انه ربنا طول الوقت بيبعت لنا، مش ان احنا نقول على كل حاجه، لا مش احنا نقول على كل حاجه يعني مش ياسمان، بس فكره ان احنا في حاجات لما نسمعها نفكر فيها شويه. وفي حاجات بتعمل لوحدها. يعني انا يمكن ساعتها ما كنتش فاهمه هو ايه اللي بيحصل، اللي هو بالظبط هو مين اللي زقني، هو انا ايه اللي جابني، ليه بعمل كده. بس الكومنتس ساعتها، هو انت دارسه، هو انت خريجه فنون جميله، لا لو انت عملتي ده ازاي ما اعرفش، هو طلع كده. فابتدت الجيرني من هنا. ف اتس لونج وان يعني، بس يعني ما انا ساعتها ما فهمتش زي ما انت قلتي لي كده. طب ساعدتك في ايه الدراسه بتاعه الفن دي؟ لو قلت لك مثلا قولي لي اهم 3 حاجات استفدتيهم في الدراسه دي، في التجربه عامه، لان عارفه انت سافرتي وقعدتي لوحدك ودي كانت اول مره، ففادتك كتجربه كلها. هي فادتني جدا ان انا بعد شويه ابتديت مش عارفه اشوف لها فيجن تانية غير انها كونكشن رهيب بالروح مش علاج على قد ما هو تشافي. ما مش عارفه اشوف لها فيو تاني. مش يعني انا عارفه ان هي ليها كذا فيجن، لان اصلا المجال يعني ملوش حدود، كبير جدا، سكايز ذا ليميت. بس هي انا مش عارفه اشوفها من ناحيه تانية. انا شايفه في كونكشن رهيب بينها وما بين التشافي والتعافي، العافيه بالظبط. فمش لاقيه حاجه تانية يعني. طب قولي لي مي قبل، بلاش مي قبل، مي بعد التجربه دي اكتسبت ايه؟ اكتسبتي ايه؟ العلم مهم ان انا لما هاجي احاول ان انا ارسم، مهم ان انا ادرسه، ولا ممكن ان انا اكون بس عايزه انفس عن نفسي او انفس عن روحي؟ الاتنين يعني، الاتنين. مفيش اجابه، مفيش طريق. بس هو في الاخر انتي بتعرفي قوانين اللعبه عشان تلعبي بطريقتك، مش عشان تلعبي بطريقتي انا. فانتي داخله تلعبي، نلعب مع بعض وات ايفر، شطرنج. يعني انتي اللي بيجيلك ممكن يجيلك علشان يبقى محترف، وممكن يجيلك علشان انا بس عايزه اتصل مع روحي. هو يس يعني انا في الاول هيحصل الكونكشن ده، هيتحط في الحته بتاعت الايه، الرانوي. هو بقى عايز يكمل بشكل اكاديمي، انا اي كان هيلب شويه، بس هو التراك بقى هيفتح. انا خلاص فتحت لك الباب، هتكملي في انهي تراك؟ في ناس هتكمل هنا، في ناس هتمشي في نفس ما احنا اكتشفنا كنوز، ما احنا فتحنا الباب في جوه حاجات رهيبه. في ناس بتتفاجئ، في ناس بتعيط. انا بقعد اعيط، مش بصدق. فممكن يكمل في نفس الطريق، ممكن انا بقى اشتغل على حاجات تانية. ما هو انتي اتس جيرني وبوكس مقفول، فتحنا مش عارفين ايه اللي هيطلع بقى. بس عارفه ان في ناس بتخاف تواجه ده. يعني في ناس تقول لي انا ما اروحش للثيرابيست لان انا ما اعرفش التروما اللي انا ماشي وانا الدنيا نقعد نتكلم بقى. لا انا هنلاقي مصايب، ما انا عارفه ان في جوه مصايب انا مش عايزه اواجهها دلوقتي، مش عايزه اواجه حاجه في حياتي. الناس بتخاف. فبحس ان الرسم بقى ساعتها بيكون الاداه الطيبه. هو طيب قوي، صح. اطيبهم. هي الفنون طبعا كتير جدا، بس انا هبقى بايست معلش. اطيبهم واقدمهم واسهلهم. احنا اللي بنحط الحاجات الفريمز لا وهعمل ده واصله. بس هو انا مش محتاجه اتكلم. هو على فكره احنا مش محتاجين نتكلم فعلا، هي لغه مش محتاجه اني ممكن اشوف فنان ياباني على فكره عامل لوحه تحفه، هو مش محتاج يشرحها لي اصلا. هو الكونكشن حصل، هو بيتكلم ياباني وانا بتكلم عربي. أيوة. ولا انا فاهماه ولا هو فاهمني. فهي لغه مشتركه طبعا. هو كلام يبان كليشيه شويه، بس هي الفكره في ان انا زي ما انتي قلتي من شويه مش محتاجه اني اروح اتكلم مع حد وافضفض، احنا بنبقى شايلين هم الكلام. يعني انا مثلا جربت ده، مثلا رايحه سيشن ببقى ساعات مش قادره، اوقات كتير وانا راكنه خلاص داخله عند الثيرابيست عايزه الف وارجع، بس مش قادره اتكلم. اقعد بقى ترغي، مش قادره اعيط. انا ده حاسه بيه جدا وفاهماه. انا مره كمان قابلت طب زي ما كنت بقول كده في اول الحلقه انه جورنالينج، تقولي مش لاقيه كلام، بمسك الورقه والقلم مش لاقيه كلام.
لو انت او انتي واصلين المرحله دي، ده معناه ايه؟ بالراحه، من غير بس من بانيك ولا حاجه، هي ده عدم اتصال بالروح رهيب. انا عملت سبريشن وعملت بلعت كل مشاعري وحطيت عليها درع كده، شيلد رهيب، غطيتها لدرجه انا مبقتش لاقياها. ما انا دفنتها وصليت عليها، فانا مش عارفه اوصل لمشاعري، وروحي محبوسه جوايا. فانا محتاجه ان انا بس اتصل بروحي دي شويه. انا بشوف ان الفن حنين، ان الرسم يعني الفن طبعا كله بس الرسم والالوان، بدليل احنا بنديها للاطفال، دي اول اكتيفيتي تقريبا الاطفال بتبتدي تلعب بيها يعني في سن صغير جدا. وانا فاكره مثلا ان انا وانا صغيره لما كنت برسم كانت ماما بتفهمني، يعني ماما كانت بتفهم احلامي ايه وانا نفسي في ايه من الرسومات. ما كانتش فاضيه تتكلم معايا، بس انا لما كانت تشوف لي رسمه كده تقول انت على طول رسمه طياره، انت على طول عايزه تسافري انت. فكانت تفهم انا بحب ايه وما بحبش ايه من الرسمه اللي انا رسماها. فهي زي ما انت بتقولي، هي لغه وطريقه تعبير وطريقه تنفيس وطريقه الكونكشن او الكوميونيكيشن اللي بتحصل، الاتصال مش بس باللي حوالينا، هي اتصال بروحنا وبمشاعرنا. بنعرف المرحوم المدفون جوه ده ان احنا نصحصحه شويه ونواجهه ونشوفه مهما كان اللي جوه ده صعب. بس هو طول ما هو مدفون احنا كمان مدفونين على فكرة. احنا بنبقى محبوسين قاعدين بنندب ونضيع حياتنا. ده بيبقى زي اللي ماشي جنب حياته وهو معشاش، الحياة ماشية من جنبه عيني وهو قاعد بره الحياة. فمهم قوي ان احنا نطلعه ايا كان هو هيطلع نتيجته ايه. بس يعني النصيحة، الرسم طيب ومش هيحكم. هي الفكرة ان احنا كمان الغلبان الطيب ده عملنا له بقى ايه يعني، عملنا له فريم وحطينا عليه حاجات يعني احكام. لا ما انتي مش موهوبة اصلك، ما لا كنت لسه عايزه اقول لك بقى انا دلوقتي عايزه اجي مثلا احضر البروجرام بتاعك. انا عايزاكي تحكي على البروجرام الاول. وعايزه اقول لك لو انا النهارده واحده ما بعرفش ارسم واتكسف ان انا اجي ارسم فاطلع منظري هبل ارسم شجره زي اللي كنا بنرسمها مثلا واحنا عيال صغيره، واخاف يعني او البيت جادجد او الناس هتحكم عليا او كده. هي دي الفكره. احكي لي بقى عن البروجرام بتاعك. هو قبل البروجرام هي المرحله بتاعت اللي هو المقاومه اللي انا بشوفها عند الناس تقريبا كلها او اغلبهم. يعني اللي هو بيعمل كده، لا نبدا بقى نفتكر الافكار الوسواسيه، ما بعرفش ارسم. الناس الحاجات دي ليها فنها، يعني الناس دي موهوبه، تبقى ناس موهوبه، دي حاجات مزروعه ولو ما بتتقالش احنا واخدينها حقن. اللي هو لا مش انا اصلي مش فنانه. شايفه فلانه، بصي بنت خالتي ولا بنت عمي ولا فلانه هي مولوده كده، لكن انا مش موهوبه اصلا. طيب ازف الموهبه دي مقتصره على الناس اللي طلعت من دي 1، مش شرط. يعني انت البرنامج بتاعك بيعلم لو انا ما بعرفش ارسم صفر. كل اللي بطلبه بس ان انت تبقي بتحبي الحته دي بس. يعني هسألك سؤال. انا واحده ما بتعرفش خالص صفر ترسم نهائي، حتى الدايره بتطلع عندها منبعجه تمام، بس هي كل شويه بص عامله كده على اللوحات وبتتفرج وبتاع. تفتكر ليه ربنا خلق جواها الحب ده؟ بيضايقها مثلا؟ لا طبعا. ايه الحاجه اللي عماله تزغزغ قلبك من جوه؟ يا خساره ليه؟ يعني هو ربنا يخليكي تحبي حاجه عشان انتي مش عارفه تعمليها؟ حاشا لله. يعني ممكن تكون هي بتعرف تعملها بس هي مش عارفه. بس الافكار الوسواسيه اللي اتزرعت فينا من واحنا صغنطاطين بقى، معتقدات اللي هو ايه، لا يا ستي ده الفن للفنانين، لا الفن للكل. الفن حياه، والله العظيم حياه. وهو اصلا احنا وي ديزايند از بني ادمين. انت عندك 50% من المخ للابداع و50 للثيوريتيكال. ال50 اللي احنا شغالين بيها طول الوقت ده غلط، صح، اطلعي انزلي تروحي تعالي مش عارف ايه الكلام اللي احنا عايشين بيه. فين الجزء الابداعي بقى؟ هو ربنا خلقه عشان يعني يا حبيبي يصدق، واحنا بنستعمله بس من غير ما نحس. بنستعمله في شكل المج اللي بنشرب فيه طول الوقت، كوبايه، في شكل مين فينا بيته ملخبط ومشخبط على بعضه. كلنا بنحب نرتب، هجيب حاجه جديده. انا بيتي شبه الجلابيه دي كده ما ثانيه واحده كولرفل. شايفه انت عامله ايه؟ ليقتي النهارده وقلتي انا هلبس حاجه الوان. ما ده انا لبست الاول وكنت نازله، وبعد كده رحت وكريم قال لي حلو قوي لبسك ومش عارف ايه، وبعد كده رحت طلع تاني ورحت مغير. قلت له كريم انا هتكلم عن الوان، موضوع الالوان ده حقيقي. قولي لي اجيب فرش نقعد نلعب. شفتي
أيوة. بنحب جدا. احنا بنحب جدا علشان ده بيرجعنا لطفولتنا، ولا الفن بيعمل لنا ايه؟ الرسم بيعمل لنا ايه؟ احنا طول الوقت بنستقبل بس. يعني بنتفرج على التلفزيون مثلا، بنتفرج على فيلم، بنسمع حد بيتكلم معانا، بنشترك في القناه، بنعمل لايك، بنعمل شير، عمالين حرام بنستقبل. امتى بقى هنطلع؟ مش بنطلع احنا يعني عايزين بقى نعمل حاجة، نطلع حاجة يعني. فهو الرسم بيخليكي ممكن الدور عليا، ممكن تديني مايك، ممكن انا اللي اقول وهقوله براحتي، يعني براحتي. طب ولو غلطت مش مهم، الخوف من الغلط هو بيعالج الحتة دي. ما نغلط يا جماعة، فيها ايه؟ عشان احنا طول الوقت عندنا تروما من الغلط. ده عيب، ممكن سلمها لي بايدك اليمين، اوكي فاين. ممكن انا اغلط في اللوحة، ما هتغلطي، مين فينا؟ انا بغلط بقالي سنين وبغلط عادي. فالفن بيخلينا مساحة للتعبير الحر، حر جدا. وهنتعلم، يعني مش هنتعلم، هنغلط. احلى حاجة في الفن ان الغلط experience. فانا استخيلي بقى انا لما هزود عليها الغلط تجربة بتزودي عليها، واحتمال على فكرة تطلع هي دي الحتة بتاعت الفنان اصلا. ده هي دي ممكن اجيلك الكورس اكتشف ان انا فنانة وموهوبة. يا نهار ابيض، انا بتخض والله العظيم، بتخض. يعني بتخض من تاني لوحة. اول لوحة طبعا بيطلع فيها كل الحاجات، من تاني واحدة انا ببص كده، لا انا مش مصدقة. حتى احنا ساعات في ناس ودي حاجة عشان تعرفي الغريزة، انا بشوف دموع هي مش بتبقى مصدقة. طب ايه الفرق ما بين ان انا اقعد اجيب كده شوية الوان وعلب الوان وورق في البيت عندي واقعد ارسم او اطلع كورس على اليوتيوب او وان انا اجيلك؟ الادد فاليو الترتيب، فاهمة؟ وان المعلومة يعني بتبقى بس كاملة. يعني هو ده اللي انا ببقى هفطس واقوله، اللي هو والله العظيم اللي هو انا ببقى في حتة كده، مين اللي عارف المعلومات اللي جوايا؟ ربنا. ومين اللي شايف انا بقول ايه؟ ربنا. فانت عارفة لما يبقى المراقب عليكي ربنا، يعني دي حتة بالنسبة لي اللي هو، يعني احكي لك حتة زنططة كده. ماما من كام سنة عملت عملية في عينيها، فدي كانت العملية الرابعة او الخامسة، فرحنا للدكتور تاني. كلمة الدكتور دي بصي ربنا بقى ايه لما بيحط حاجات جنب بعضها، ده حاجة في الطب، حاجة بعيدة عني تماما. بقول له حضرتك يعني متوقع ايه؟ قال لي العين صندوق مقفول، احنا هندخل ونفتح، هشوف، وربنا هو اللي هيبقى شايفني يا بنتي. هقول لكم انا شفت ايه وهطلع. انا عمري في حياتي لا هنسى الدكتور ده ولا هنسى اسمه، على ان دي حاجة بس شفت قد ايه. بصي اشعرت والله شفت قد ايه لما بتعملي اي عمل وبيبقى المراقب عليكي ربنا. هو كلنا طبعا، بس دي بالذات المعلومات اللي جوه هو اللي عارف وعارف انا قلت ايه منها. فببقى ساعات بحس ان الكلام وانا بقوله، يعني الناس بتقولي طب خدي بريك، اللي هو من جوه قوي، اللي هو مش عايزه تديهم كل المعلومات كله، مش عايزه اسيب ولا واحده، كذا وكذا وكذا وكذا. وعلى فكره في وجهه نظر بتقول كذا وفي وجهه، بس انا بقول ده رايي، لكن في كذا وفي كذا وفي كذا، فبقول فهي الفرق بس ان المعلومه كامله بما يرضي الله والله. ايوه، يعني اللي هتتعلمه في 500 ساعه على اليوتيوب هتروح عند مي تتعلمه في الكورس بتاعها مره واحده مكثف في كل المعلومات. وفي حاجه تانية كمان يا مي بصراحه برضو نحب اقولها لك، فكره الصحبه وفكره الكوميونتي. يعني انا one of your students هي اللي قالت لي اكلمك، حبيبتي ياسمين هلال طبعا لازم نمسي عليها، حبيبه قلبي، حبيبتنا دي. فكره الصحبه وفكره القرب من الناس، وانه دي حاجه بالذات الحاجات اللي هي فيها السنس بتاع الفن ده، انه فكره الصحبه والطاقات مهمه. يعني انت النهارده ما شاء الله داخله معاكي واحده صاحبتك قلت لها طاقتك حلوه، يعني في التواصل مع الناس وشوفه الناس، مش كل حاجه لازم نتعلمها لو ما فيش امكانيه او بس. يعني اليوتيوب كويس بصراحه وكل حاجه، في حاجات ممكن نتعلمها منه، بس فكره ان احنا نتشارك مع الناس وأرواح تقابل أرواح والناس تبقى تشوف بعض. لا، وفكرة كمان ان انتي بتبقي كل واحد بقى عنده الحتة بتاعته، يعني في نقط ضعف وفي نقط قوة، في ناس بتنط وفي ناس بتاخد وقت وفي انا بقى بحب ألعب البازل دي، ببقى بانجوي قوي لان انا مش بتكلم مع كل مرة واحدة، صح. ببقى مبسوطة، يعني بتفرج على يعني إبداع الله في خلقه بقى.
ابداع الله في خلقه. يا نهار ابيض، بقعد يا سبحان الله. يعني ساعات، ودي بالنسبه لي لقطه ببقى فرحانه قوي، ساعات مثلا 3-4 بيبقوا واخدين نفس الريسورس بس كل واحده بحته، بشكل، بذوق، طعم، فيجن. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يعني. عارفه الايه بتاعت صنع الله الذي اتقن كل شيء؟ ايه ده. فلا ما ده ابداع برضو، صح. فبقعد اتفرج، فدي حته حلوه قوي. and guess what بقى، السنين الناس اللي بتحضر الكورس في حته روحانيه كومن كده بينهم غريبه جدا. بحس ان اللي بيجي في حته جواه كده منوره. بس في ناس بتبقى دايما عندها مشاكل مع اي حاجه اون جروب، يعني بالذات الحاجات اللي هي فيها تعبير او تعبير عن نفسه او تعبير عن، لكن اللي الناس دي مش بتقدر تعرفه لان هي مش بتجرب. هي لو جربت مره ان هي تروح مكان، انا دايما بقول انه الناس كلها بتبقى رايحه المكان ده لسبب معين، كلهم هينفعوا بعض. يعني انا رايحه علشان هقابل فلانه اللي هتديني طاقه معينه، وانا رايحه وفلانه دي جايه علشان احنا كلنا اتخلقنا لبعض رحمه في الاخر. احنا ما اتخلقناش كائنات موحوده، احنا بالعكس فكره الانفتاح وفكره ان الواحد يروح يقابل ناس وياخد من طاقات غيره ويغذي نفسه ويبقى اغنى انسان، اغنى بيها. لان في الاول وفي الاخر ربنا ما امرناش ان احنا نقعد كده ونبقى مبسوطين بنفسنا وازيك عامل ايه، الحمد لله انا كويس جدا. ايوه احنا الحمد لله، وبعدين بقى كلنا الحمد لله طبعا، بس وايه الحمد لله وايه بقى اللي حاسس بقى ان هو الحمد لله كويس قوي ومش عايز يروح يتكلم مع حد وشايف انه لا 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 انا كويس جدا وزي الفل انا تمام ومش محتاج اي حاجه من حد، انا كويس جدا، يبتدي يرسم. أيوة. او يروح لمي ويشوف بقى هيطلع له ايه من الرسم. يعني عايز اقول لك في الحمد لله والله دي حلوه قوي. يعني احنا لما بنعمل حاجه حلوه، انا مثلا شفت الدرس انت يا سيده الله، طب الله مش انت اي حاجه حلوه بتعجبك بتقولي ايه ده الله. الاجانب بس يقولوا او ماي جاد الله، الجمال الله دي حلوه قوي. هو ده مش ذكر؟ صح. مش انت لما بتشوفي حاجه حلوه بتذكري الله من كتر جمالها؟ مين اللي قال ان دي مش حاجه؟ انا شايفاها حاجه روحانيه طبعا. وحاجه فيها عباده كمان، لان انا فهو مين اللي خلق ده؟ ما انا بستعمل هديه ربنا اداهالي. هو مين اللي خلق الكون ملون كده؟ ليه عمل كده؟ عشان يعني يقول لنا ان هو يورينا؟ لا، الله غني عن كل ده، بس عشان يعلمنا. بصوا الجمال ده. تعالي الموضوع ده غزني قوي الصراحه. لما سافرت الفار ايست اول مره منبهره بقى، مش مصدقه نفسي، وجايبه كاميرا بروفيشنال بقى، وبصي ابص على الصوره، ايه القرف ده؟ مش مطلعه الجمال ده ليه؟ احاول عملت، بصي اتشقلبت، صورت كل الصور، حتى الفيديوز ما كانتش مطلعه الجمال سبحان الله خالص. على ايه والله، هي الصوره ايه راحت فين؟ الحاجات فين؟ ايه الجمال ده؟ فاحنا يا دوب في الرسم بنحاول بنتصل فعلا بالجمال اللي ربنا خلقه في الكون هنا من هنا، فاهمه؟ والالوان نفسها، الالوان رهيبه. ايه الطاقه دي؟ ايه الالوان؟ بتدي طاقه. نهار ابيض طبعا. بس دلوقتي في العلاج بالطاقه، العلاج بالالوان. هو احنا لما بنعمل دايت الدكتور يقول لنا ايه؟ سلطه متعدده الالوان. ايه حكايه الالوان؟ الموضوع ده بس على فكره بغض النظر، بس هي السلطه طبعا لما بتبقى الوانها كتير مبهجه جدا. وبقعد بقى ادور انا بقى ايه، لا ما هحط فلفل اصفر واجيب جزر اورنج واجيب اخضر غامق وفاتح وهجيب طماطم. سبحان الله، ربنا حتى خلق الفاكهه الوان والخضار الوان كل حاجه ربنا خلقها في الكون الوان، لان العين بتستمتع وروحنا بتستمتع بالالوان، واحنا الوان فعلا. الالوان يعني من معجزات الله اللي انا شايفه انها لحد دلوقتي ما اتحلتش كلها. حاجه بتسخن لي مخي جدا مثلا، انت عارفه ان الاحمر لون احمر، انت عارفاه وانا عارفاه، مفيش اي حاجه علميه تثبت ان الاحمر اللي انا شايفاه هو الاحمر اللي انت شايفاه نهائي. وانت لو جيتي حاولتي توصفي لون لحد مثلا لا قدر الله ما بيشوفش، هتوصفيه له ازاي؟ ايه الجمال ده؟ فاحنا لازم نكونكت مع الحاجات دي عشان جوده حياتنا تختلف. البروجرام بتاعك ده موجود في دبي وموجود في مصر، بيتعمل في مصر وبيتعمل في دبي. انا فخوره بيكي جدا. وفي سن قد ايه ممكن يا يبتدي يجوين معاكي الكورس؟ حلوه الحته دي. بصي انا بحب اتعامل مع الانر تشايلد
اللي جوانا احنا، اللي هو يا حبيبي يعني كفايه عليه كده. يعني احنا اطفال، بس الاطفال الكبار مش الصغنطتين. الصغنطتين دول يعني سيبوهم يا جماعه والله، سيبوهم يبقى ينطلقوا. بس السؤال ده كتير جدا جدا. فانا كمي لا بحب جدا اتعامل مع الكبار اللي هو يعني 18 بلس. حلوه وفما اكبر. فدي النهارده اهو انا يعني الحمد لله ربنا يعني قدرني ان انا جبت مي تحكي عن البروجرام بتاعها، لان هو ساعد ناس كثيره جدا، وساعد يعني انا لما سمعت الفيدباك بتاع الناس اللي حضرت معاها الكورس الحقيقه تاثرت جدا جدا، وعلى طول ما تاخرتش ان انا ابعت لها اقول لها مي ان لازم تيجي وتتكلمي في البودكاست، وهي كتر خيرها البنت جايه اصلا مشوار بعيد جدا. بس انا بشكرك جدا جدا على النهارده على مجيتك دي، وربنا يكتر من امثالك. يخليكي. ومبسوطه بيكي يا مي قوي النهارده. شكرا والله، انا مبسوطه جدا الفرصه دي بجد يعني. ونفسي بجد والله يعني ياسمين الناس كلها تجرب يعني، مش البروجرام بس، جربوا يا جماعه كونكت بنفسكم و تعالوا نعمل كده يعني اكتيفيشن لاسم الله البصير والبديع المصور. تعالوا اعملوا كده يعني. انا ده التارجت بتاعي. ارسموا يا جماعه. انا الكورس مش عشان الكورس ونمشي، لا انا الكورس عشان لما امشي بعد الكورس اطمن ان انتوا بترسموا بقى. يلا عايزين نتطور بس يلا طلعوا الحاجات، تعالوا نرسم ونتألق ونحس ان احنا عملنا حاجه حلوه. حد يشوف يقول ايه ده، الله تحفه. فتحفه. ميرسي جدا بجد. ميرسي ليكي يا مي والله بجد، نورتيني، ويا رب نكون فدناكم ومتعناكم النهارده، وان شاء الله نشوفكم على عواف جديده يا رب. سيبكم بكل عافيه. العواف عليكم.